مساء الخير يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى مكرونه بشاميل. تحفه تحفه تحفه. اول حاجه كده عملتها ان انا جبت كده السمنه دي سمنه روابي بالقشطه، طعمها تحفه تحفه تحفه. طعمها حلو قوي. جبتها كده وهحط بقى منها علشان ابدا ان انا اعمل العصاج. طبعا المكرونه البشاميل دي اسهل حاجه وانا بحب ان انا اعملها قوي. بس لو هترتبي امورك وهتبقي صاحيه كده والدنيا رايقه في المطبخ، فهتلاقي نفسك بتعمليها بكل سهوله. انا عندي اعملها كل يوم احسن مطبخ واحسن ما اعمل اي حاجه تانية. فهنحط كده سمنتنا الجميله. بسم الله. كنت انا بس هنا بس مستنيه الصينيه تنشف من الميه، مش اكتر. وبعد كده هبدا بقى ان انا انزل بالبصل. ده كده بصلتين كبار معاهم بصلايه صغيره. طبعا العصاج بيحب البصل الكتير، بيحليه بيكتر الكميه، بيخليه طعمه حلو. فالبصل بقى كتري بقى على قد ما تقدري. انا هعمل النهارده قد ايه؟ هعمل نص كيلو لحمه، نص كيلو لحمه مفرومه عصاج. هبدأ بقى كده ان انا اقلبها. طبعا انا حبيت ان انا اعمل العصاج بالطريقة التقليدية العادية، ان احنا نقلب البصل الاول. وهنا كنت بشرة تقريبا بتاع 5 طماطمات. قلت بقى ايه برضو بجملة، برضو ان انا مش عايزة اعمل هرجلة كتير في المطبخ، وقلت لا لسه هضربهم في الخلاط، لا ان انا اضرب ابشرهم. فبشرتهم في المبشرة الجميلة بتاعتي ويبقوا كده. هنا بقى البصل كان دبل وخد كده، اخد كده لون حروقه بسيط. وبدات كده ان انا انزل باللحمه المفرومه. اللحمه دي انا جايباها من امان. كنت جايبه النص، جوزي هو اللي جايبه يعني، ب 65 جنيه. فهنقلب بقى كده. هي اللحمه كان طعمها رهيب بصراحه، حلوه. لحد بقى لما اي دم كده او اللون الاحمر بتاع اللحمه ده يروح. طبعا العصاج الطبيعي اللي احنا عارفينه. بس كده. وهحط بقى ايه شوية سكر كده علشان طبعا الحموضة اللي في الصلصة. وهحط كمان معلقتين صلصة من اللي انا جايباها، حلوة جدا، طلعت طعمها حلو قوي قوي قوي. الصلصة اللي هي بتاعت هارفس دي، طعمها جميل. وهنقلب بقى كده، تاخد كده تشويحة مع البصل واللحمة. بعد كده هنزل بالطماطم المبشورة بتاعتنا ونقلب. طبعا حلوة قوي الايام دي انك تفرزي طماطم لرمضان. انا عايزة ابدأ اعمل كده. مش طماطم اكيد صحيحة، بس قد ما هي صلصة بتنجز بتنجز بجد. بإذن الله الواحد ربنا يقدره ويعمل كده. حطيت كده شوية مية بسيطة جدا. وهسيبها بقى ايه على النار لحد لما تستوي. طبعا حطيت لها ملح وفلفل اسود ورشة جوز الطيب للحمة. هنا بقى جيت علشان افرغ كيس اللبن البودرة في العلبة بتاعته. حبيت كده ان انا بس اخد الحبة القدام علشان اعمل بيهم البشاميل. طبعا مش هم دول اللي هتعاملوا بس بيهم، طبعا هاخد من ده الكيس. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حلو جدا 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 يعني. مليت اهو بسم الله ما شاء الله العلبة. وهشيل الباقي في التلاجة طبعا، والعلبة برضه تتحط في التلاجة. وده طبعا بقى شكل المطبخ، المواعين والحاجات دي. هنا بقى جيت علشان اعمل البشاميل. حطيت كده سمنة. دي نوع سمنة تاني غير اللي انا استخدمته. السمنة دي بيبيعوها هناك في، اسمها ايه، اسمها فهد. بيبيعوها في البشاير كده، مش عارفة ايه وايه وايه، ب50 جنيه. سكر على السمنة دي على زيت، حاجة زي كده. فانا كنت خدتها من عند بابا. استنيت كده لحد لما السمنة ساحت، وحطيت معلقة 2، تقولوا 3، وفي نص كمان هحطه يعني اللي في بقية اللي في الكوباية. وهبدأ كده ان انا احمره. بقالي كتير جدا ما عملتش اهو حطيت بقيتهم. ما عملتش البشاميل بالطريقه دي. كنت بحب ان انا احطه في اللبن وني في ني. فحبيت النهارده برضو ان هو يكون كده، وكان طلع احلى. هنا بقى معانا ايه؟ توم بودره، بصل بودره، شويه اسمها ايه، ورق لورا مطحون، وفلفل اسود، ومكعب، ونص ورقه ماجي. طبعا مش هتحطي ملح. كده بقى مظبوط قوي قوي. حطيت كده المرقه.
مع الدقيق علشان يتفتت كده ويبقى زيه زي الملح يعني. وفضلت كده ان انا اقلب 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 لحد لما الدقيق طلع لونه، وكمان شميت، لا، طلع ريحته ولونه اتغير. وبقى بالمنظر ده. وبعد كده هنزل ببقية التوابل دي حلوة جدا، بتخلي طعم البشاميل رهيب رهيب بجد، زيه زي الجاهز. هنا بقى طبعا دوبت لبن في مية لبن بودرة، وعملت بقى ايه شفشق محترم كده. ودي الميزة بتاعة اللبن البودرة، ان انت بتقدري تعملي منه الكمية اللي انت عايزاها. حطيتها بقى كده، وهبدأ بقى ان انا اقلب اقلب كده بحيث انه ما يكونش فيه اي تكتلات. وهو بصراحة عمره ما تكتل معايا يعني، الحمد لله، لان اللبن بيبقى ساقع فما بيلحقش يعني ان هو يعمل الحوار ده. فهستنى بقى عليه لحد لما يستوي. هنا بقى كان خلاص استوى، ويبقى بشاميل مية مية، جميل جدا، ولا منه تقيل ولا منه خفيف، حلو قوي قوي. وكمان هو لسه كان هيبرد شوية كمان، فاعملي حسابك في التركة ديت يعني. هنا بقى حطيت المية بتاعة المكرونة، وكمان كان العصاج نشف من ميته واستوى، وكان طعمه زي السكر، طعمه حلو قوي. حطيت هنا المكرونة، وكمان حطيت شوية من كيس تاني علشان يعادل يعني الكمية، وتبقى الصينية كويسة يعني. هسيبها بقى لحد لما تستوي. هنا كانت خلاص استوت. ف في نوع استوى عن نوع يعني، مش عارفة انه فيهم، بس تقريبا اللي هو اسمه عزيزة هو اللي استوى الاول وكان حلو جدا. هنا بقى طبعا في نفس الصينية اللي انا عملت فيها العصاج، اخدت العصاج نقلته في علبة تانية يعني. وقلت بقى ايه هعمل فيها هي برضو علشان نقلل من موضوع المواعين يعني. حطيت كده المكرونة بعد لما حطيت عليها مغرفتين من البشاميل، رصيتها كده رصة حلوة بس كده. وكمان هحط لها شوية من البشاميل كمان. وهنا بقى ايه اخدت كمية من العصاج. برضو الواحد في الوقت ده لازم ان هو يرشد استهلاكه للحاجة يعني. والباقي طبعا عملته ايه بقى، حطيته على الكمية اللي انا كنت شايلاها فعلا في العلبة دي، وهحطها في الفريزر لأي يوم تاني يتعمل مثلا بيه مكرونة بشاميل تاني، او مثلا يتعمل اللي هو صينية بطاطس بوريه باللحمة المفرومة. ف كده كان انسب حل ان انا اعمل كده يعني. فالحمد لله. وطبعا عاوزه اقول لكم اقسم بالله كانت مليانه حشو يعني، كانت حلوه وطعمها رهيب رهيب رهيب. عاوزه اقول لكم ان انا وانا بسجل الصوت ده اصلا دلوقتي احنا اكلنا منها كتير، وكان طعمها رهيب رهيب رهيب، كان طعمها حلو جدا جدا جدا. بس كده بقى. حطيت بقى بقيه البشاميل كده على الوش. انا ولا بحط بيض ولا بحط موتزاريلا ولا الكلام ده، قليل قوي قوي لو عملت كده. بس هي كده حلوه قوي وزي العسل وكفايه. خلاص بقى كده هحطها بقى في الفرن. وهنا لما طلعت من الفرن طعمها رهيب رهيب اقسم بالله. بصوا عامله ازاي يعني، النازله دي حاجات كده بتنفجر. بصوا عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليها. بحب انا القوام ده جدا جدا، وبحب كده اكلها وهي لسه طالعه من الفرن. طبعا هي بتبقى جميله لما بتبرد وبتمسك كده في نفسها، بس كده انا بموت فيها كده. بصوا بقى عامله ازاي. طبعا ما قدرتش ان انا ادوق كده وانا معاكم عشان كانت سخنه جدا. فطبعا الشكل بيتكلم، انا مش هتكلم. بصوا عامله ازاي، رهيبه رهيبه بجد. سهله، موفره. من نص كيلو لحمه مفرومه عملتي صينيه مكرونه، وهتشيلي الباقي ليوم تاني. فبس كده يا بنات، ده كده كان كل الفيديو. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد وحلقه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.